يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وخير. جاتني فيديو جديد كالعاده. لا جالكم بعد ماتش الاهلي والجيش الملكي يا جدعان. والله الواحد شاف حاجات يعني قريبه من ان هي تكون مهزله. لا هي افورت عن المهزله، سكرة معجون الدرجات دي. انتوا عندكم نقاشين قاعدين في قلب المدرجات، كل دول نقاشين موجودين يا جدعان. ده انا ابعت لكم نقاش من عندنا والله، واحد يقوم بالدنيا دي كلها يلم لك المرمات كلها الموجوده في قلب الملعب. سكرة معجون، او يمكن يعني هي دعايه ان النادي بتاعهم رمزه سكرة المعجون. طبعا كلنا شفنا جمهور المغرب عمل ايه. ازايز بتتحدف واسلحه حاده بتتحدف، ومشهد بعيد تماما عن روح الكوره. معلش يا استاذ وليد فراج، يعني ازايز بتتحدف من كتر ما شايفين اللعيبه عطشانه. لا انت فاكر ان هم جمهور همجي؟ لا 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 لا. مش همج ولا بيقولوا عليهم ايه، بربر. اللي كان بيبربر الناحيه التانية ده كان قاعد بيبربر لوحده، فاهمني؟ لكن مش همج خالص. هم بيساعدوا اللعيبه على ان هي تشرب. وسكينه المعجون دي تقريبا يعني كان حد بيقطع بيتزا ولا حاجه فجابها معاه كان بياكل. يعني ما تظلموش الناس. طبعا الاهلي متعود على الاجواء دي، لكن في القاهره حتشوفوا جحيم كروي حقيقي. بالادب. اللي هيجي لنا بقى بسكية المعجون اللي هيفرق معانا بقى، ده جاي لنا من عند الملكي ولا من عند الافريقي ولا من عند مش عارف. هترفع سلاح هنا وربنا ما هيقوم لك قومه، سواء بقى مصري او لا مؤاخذه واحد جاي لنا من اي بلد تاني. هترفع السلاح وربنا اللي تداس. عندنا هنا حكومه وعندنا شرطه مش هتقوم بيك بس، لا ده هتقوم يعني بص، يعني خليها مفاجاه. جرب بس تيجي تحدف ازازه ميه، جرب بس ها يا ذكر. لكن كجمهور مصر لا، بالادب والاحترام وهتافات. ادب واحترام وهتافات، سواء هنا او هنا. لو حد رفع ازازه ميه عدفها وربنا ما يطلع منها سليم على السكه. وده مش شعب هيتخانق مع شعب، لا. جرب يا باشا، انزل شوف بقى مين اللي هيتعامل معاك. انت هناك مفيش امن عندكم، دي حاجه يعني لا مؤاخذه تمسكوا انتوا بقى، فاهمني؟ ايه مفيش امن بقى، مفيش كفته، مفيش الكلام ده كله. ده حاجه عندكم انتوا هناك، فاهمني؟ علشان لما يبقى فريق مصري رايح لدوله شقيقه، يعني المفروض ان هي هتستقبل ماتشات مهمه الفتره الجايه، يحصل فيها المهزله وقله الادب وعدم احترام الخصم ولا جماهير الخصم ولا فريق الخصم. ما تستنى ايه من رد فعل الناس؟ لا مؤاخذه يعني انت هتقول لي انا اهلاوي زي ما يا عم انا اهلاوي يا عم. حتى الزملكاوي زعلان علينا او زعلان على اللي حصل، ده مش روح رياضيه ولا حتى روح فكاهه. فعايز تبلطج؟ لا خليك قاعد هناك، عشان لو نزلت هنا هتحترم ارض البلد اللي انت نازل فيها غصبا عن عين اهلك. هتنزل رجلك تخطي ارض مصر، لو ما احترمتش القوانين هتترمي في ابو زعبل. هتترمي بقى هنشوف بقى هنحطك فين، فاهمني؟ ويا عهيرة وانا القاهرة. معلش، هو انت كنت تقصد مين بالعاهرة؟ يعني فوق يا عاهرة هنا القاهرة، يعني قصدك انه هي يعني بس البلد والله كلها ملهاش دعوة بالكلام اللي حصل في الماتش يعني. يعني الكلام ده يمس يعني 20,000 22,000 واحد عاهرة يعني. معلش. يعني أنا مش عايز اقول ان هم مشهورين بالكلام ده، بس يعني خدها على قد نيتها يا ابني. معلش معلش، ده في الاخر جالك بسكيت معجون، يعني ما جابلكش اجنه وشاكوش. ما هو اخره سكيت معجون يا ابني، دي اخره. اخره، فاهمني؟ لو كانت في لقطه كانت جامده جدا لما كانوا رايحين ياخدوا سكيت المعجون لما تريزيجيه رماها، وفي واحد من الاهلي وواحد من الجيش الملكي، العيد بتاع الاهلي راح بيديله كتف قانوني. ده حرام. ده قلجه قعد يدقلك كده ايه 5 6 مرات 6 لفات كده، قعد يتمخطر في الارض. مش قدنا ما تجوش عندنا يعني. هي سهله. مش قدنا يا باشا، مش قادر يعني تهت ولا تدي كتف قانوني تبقى راجل يعني تسد مع اللي جاي يديك. ما تقفش نصيحة، ما تقفش. ها وحاجة كمان يا جدعان، احنا البلد الوحيدة اللي دخل عندنا الاحتلال الانجليزي ما علمناش لغة انجليزية. محدش قدر يفرض لغته على الشعب المصري. احسبوها انتوا بقى. شنو اسمك عمو؟ يلا فاطمة حبيبتي كون مدق عدش على كيفش على كيف شوف. يلا لعبة على كيف على كيف على كيف. خسرتي عمو فاطمة، خسرتي فاطمة، فاطمة خسرتي حبيبتي، فاطمة خسرتي، فاطمة حبيبتي خسرتي، خسرتي طلعت هي كل والله يا خسرت يعني، انت عمال تقول لي خسرت. هاتها بقى وانا ماشي. يا فاطمه ما فيش خالص، ما فيش. هي مش سامعه. هي مركزه في الخساره بس، عماله تلمس في قلب البتاع وما فيش فايده فيها. بتاعتي هاخدها وانا ماشيه. بعيدا عن ان انا هزر عبد الرازق وكده، انا في الاول وفي الاخر جيرل. كار عربيه. انا سمعتها كار، قلت لها هشير عبد الرازق كار. جيرل مين دي؟ بنوته. يا اخي شخ بس يا شيخ بقى، ما تقولش كلام بقى. بنوتة ايه وجيرل ايه وبتاع، بس بقى اسكت. الجيرل ايه؟ بنوته؟ هي فين البنت؟ فين البنت يا استاذه؟ لازم keep my beauty.
ايه بيوتي ايه وبتاع ايه كيب ايه جول كيبر قصدك يعني صح؟ لازم احافظ على كوني فتاة جميلة. ده مين ده اللي جميل؟ عبد الرازق ولا مين اللي جميل؟ انا مش عارف. هو انتوا شايفين حاجه احنا مش شايفينها؟ هو فين الجمال؟ اه جمال، جمال للروح مفيش حتى جمال، مفيش حاجه يعني مفيش زيرو من كل حاجه. تعالى بقى نقيم الجمال. اخلاق زفر، لا مش صفر، زفر بالزاد بالزد. جمال زفر. طيبه ما شفتهاش، بس لا مش عارف، انا ما حدش شاف، ما اعرفش بقى. لازم احافظ على جمالي اللي ربنا اداهولي. لا انت ما شاء الله حافظت عليه قوي. محافظه محافظه يعني، محافظه القاهره كلها شد بلاست. النعمة اللي ربنا انعم عليا بيها لازم اكرمها واحافظ عليها. وتوريها للناس كلها عشان يعني توري الجمال. واستغفر الله العظيم، ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه اللي انا هتخلينا الواحد يقول حاجات مش صح؟ ده ازاي؟ ده بالسكين كير والبادي كير والهير كير. anyway يا بنات فكروني بكرة. هو الفيديوهات دي قديمه صح؟ اصل بتقول اني يا بنات فكروني بكره، مش هي اتحبست برضه ولا تهيألي؟ مش عارف والله، انا بقيت متلخبط اليومين دول. انا مش عارف الفيديوهات يعني قديمه ولا ايه بتظهر لي، مش عارف. على العموم يعني ربنا يتولى. وقت ما هيقرر يرفعني هيرفعني زي ما قرر. يعلمني يعلمني. لا مؤاخذة بس أنا عندي استفسار يعني. هو مين ده اللي هيرفع حضرتك وهيعلمك؟ مين اللي هيقرر يرفعك مين؟ انما انتوا انا عارفه انا حرقاكوا ليه عشان انتوا كلكوا بس في الدره متداريين في الضلمه. متدارين في الضلمة أحسن ما مفضوحين على السوشيال ميديا كلها. إذا بليتم فاستتروا، أنت إذا بليتم فافضحي نفسك. انما انا هانم وانتوا عارفين يا هانم وعارفين اصلي واساسي اني بنت ناس. أنتوا عارفين الكلام ده؟ أنا والله ما وصليش، ما أعرفش. أنتوا عارفين إن هي هانم بنت ناس؟ أنا ما شفتش، ما أعرفش بقى، ما عشرتهمش، ما أعرفش. وبنت اصول. ده بيتكلم عن حد جنبكم؟ بتتكلم عن جارك يعني ولا مين؟ مين ده؟ وماليش في خل... خلايجه لايجه مصريين بس يعني طب يعني ماشي يعني. اوردرز يا اوردرز. يلا باي باي عشان انا حاسه ان انا خلاص فرهت. ايه اوردرز دي شتيمه جديده ديت. انا كنت على ايامي كانت اوردرات. اوردرز شكلها شتيمه وحشه. حاجة مستعجلة بتجيلي عليها أسئلة كتيرة جدا على الخاص، وفي ناس كتبت على العام بوستات بتطالبني بأن أنا أقول رأيي في القصة ديت، وهي هل المخلل التجاري الذي يباع يضاف له فعلا براز الإنسان؟ مش عارف يعني مين اللي طلع السر ده، ان الاجابه نعم. وانا بقول نعم ليه؟ لانه علميا ممكن. فعلميا ممكن جدا 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 عندما يضاف البراز للمخلل فبيبقى طعمه جميل جدا على الرغم من اضراره الفظيعه يعني. وانا يعني صحيح ما شفتش بعيني، لكن في ناس ثقه يعني شافوا الكلام ده وقالوا لي الكلام ده، وكنت عارف كده من زمان بس ما رضيتش اقول لانه مش عاوز اسبب قرف للناس. والسر لما طلع دلوقتي يعني، انت فاكر ان احنا ممكن نرجع ناكل مخلل تاني؟ ده انا واكل بتاع نص طن مخلل لوحدي طول عمري يعني. يبقى واحد بياكل ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا 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 جدعان. وتقول سر من اسرار التخليل بتحطه؟ انا هقلب الفيديو والله. بس يا جدعان يعني ايه القرف ده بجد؟ ايه القرف ده؟ والحاجات دي بتتباع عادي يعني؟ طب يعني معلش انتوا بتحطوه كايه بقى يعني؟ كاضافه نكهه وطعم وريحه يعني؟ ايه يا جدعان القرف ده بجد والله؟ ده اي يا رب يطلع اي، يا رب يطلع اي بجد. ده حاجه تقرف. انا هعمل سيرش على الموضوع ده بعد ما اخلص الفيديو. ايه القرف ده؟ بتاكلونا ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم بتاكلونا ايه. قال لي لو سمحت يا عم علي، لو بعد اذنك ممكن نعمل لك تمثال ونكتب شارع باسمك. طبعا انا رحت عملت ايه بقى؟ حقي بقى يا ولاد. طبعا ما انا اسمي الحاج علي المصري، حطيت رجلي على رجلي كده يا جماعه. حطيت رجل على رجلي بس؟ ده انت المفروض تحط صباع في قلب مناخيره. مش في وشه طبعا، لا وايه المشكله؟ حطها في بقه عادي. ده يا اخي ده انت الحاج علي المصري. بس من حقي بقى ما انا مصري. هاي يا ولاد وليه؟ قلت له طب واي مايتي
مش عارف ايه. انت قلت له واي مطي مش عارف ايه وهو فهمك، قال لك العب باليه. بقى انا بقى كلمته بالانجليزي بقى. ما تتكلم دلوقتي وانت قاعد معانا كده وسطنا كده، سمعنا الحروف الابجديه بس. اه طبعا. قال لي طب لو سمحت يا عم علي. قال لي لو سمحت يا عم علي. قلت له اتفضل اتفضل يا اسمك ايه يا رئيس. يا رئيس يا اجنبي. اه قلت له يا ريس يا اجنبي يا واد يا بت. الراجل ده فسر لنا خالص. قال لي طب بص. قال لك ايه؟ طب ايه؟ انا والله ما بقيت فاهم حاجه بس اكيد بص. انا عاوزه ايه؟ اعملها تبقى رئيس الوزراء. هو قال لك عايزك تبقى رئيس الوزراء؟ هو معجب بقلب بتاع اللي انت لابسها فوق دماغي، قال لك الواد ده خطير، ده يجي يمسك مكاني ده. قلت له لا لا نو 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 نو. بقرف كده، ايوه حقك حقك، ده انت الحاج علي المصري يا اخي. ليه يا عم نو؟ قلت له نو، ما انا بكلمه بالانجليزي بقى. انت هتقول لي ما هو ده. نو نو يس وات ماي كان نو. بقى اقفل بقى على كده يا حاج بس كده. ايوه هو قال له نو بايت كنت نو خلاص، هو مش عارف غير نو ويس بس حرفيا. هو تلاقي الراجل بيشتمه وهو بيقول له نو يس خلاص. الله ينور عليك يا حاج علي. انا حبيت احس ان كروان هو اكتر واحد عاقل في العيله دي كلها. نعم اتفضلي. انا بس عندي سؤال بقى عن الصداقه. دلوقتي مثلا ولد وبنت اصدقاء او سواء في شله، تمام، بينزلوا يخرجوا مع بعض ويهزروا ويلعبوا وكل الكلام ده، هل ده حرام ولا لا؟ حرام طبعا يا بنتي، الاختلاط عموما حرام يا حبيبتي. يعني هو ديننا امر بغض البصر. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الحديث يعني ان لو اجتمع اتنين يبقى الشيطان تالتهم، فاهمه؟ فحرام طبعا يا بنتي، حرام حرام حرام. مش حرام، ايه اللي حرام فيه؟ اتفضل. يعني انزل مع بنات عادي يا عم الشيخ، انزل مع بنات بقى ومليط الدنيا بقى ونروح بقى نسهر في اي حته بقى والدنيا جميله جدا، اروح؟ طب الجواز اتعمل ليه يا عم الشيخ؟ طالما الدنيا سداح مداح وحلو قوي، ولا ده حد قطع وعمل ولا ايه؟ ولو حد شتمني وانا رديت له الشتيمه بس بالزياده، هل ده حرام؟ الزياده دي مكروهه. يعني زياده مكروهه وان احنا ننزل مع صحابنا البنات مش مكروه؟ هو مش عارف والله، هو الشيخ علي جمعه في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. يا عم يا ابو جلابيه، انا قلت لك جلابيه يا اساس العبوديه علشان العروسه. ما هم عشان كده منعوا التكاتك في مصر. مهمة انا عايز اقول لكم بصوا يا جماعة، يعني البطاطس جميل في يا جماعة بقول لكم يا جماعة يا عم سيب الراجل يقول الكلمتين اللي عنده، مش لازم يعني يا بطاط. ما خلاص يا عم عرفنا، لو حد عايز هيشتري هيقول لك بتاع البطاطس وهينادي لك. سيب الراجل يقول كلمتين يا اخي. والله ما هو معدي النهارده في الطماطم بتاعته. خلص الفيديو يا جماعة. البطاطس جميل 4 كيلو 20 جنيه يا معلمي ياما بقى الفيديو باظ والله. بصوا يا جماعة، ده عنده صبر مش طبيعي والله العظيم. ده كويس ان هو ما فكرش فيه يا اخي. ده ايه ده انت تخلي الواحد يطلع عن شعوره يا عم. يا عم قول للناس. بقول لكم يا جماعة البطاطس 7 كيلو 50. انت اللي اضطريت تعمل كده. والله يعني على اساس كده ما فرقتش كتير يعني اصلا. طب شعوره ايه؟ اهو ده بقى اللي اتقال عليه ايه يعني يلا صح، هتلاقيكم بتبصوها فيا في الاخر انا عارف. يلا. خطيبي جه معايا التوكيل نعمل صيانة العربية وسابني حاسب. في مرة تانية عارف ان موبايلي بايظ وما جابليش موبايل بداله. ايه النطاعه دي؟ هو البت دي ليها اب اصلا ولا حاجه؟ ليه حضرتك انت ملزومه منه ولا ايه؟ انا مش فاهم. صاحبتي بتقول لي لا ده ريد فلاج ولازم تسيبيه. يا ريت والله هو الكسبان. وبعدين هي صاحبتك هي اللي بتقيم العلاقه. شباب المستقبل. ده بأمارة ايه؟ معلش يعني هو راح معاكي صيانة العربية، هو مشكورا يعني ان هو جه معاكي عشان ما تبقيش لوحدك وكده. انت ليه عايزاه يحاسب على صيانة عربيتك؟ نطاعه وقله ادب وسفاله
ودناوه يعني حسس، يعني في بعض البنات بتحسس اللي قدامها، بالذات لو هي مخطوبه له. يعني انت المفروض تعمل كل حاجه، انت المفروض بص، يعني لما مؤاخذة تجيب لي ملابس الداخليه اللي جوه تجيبها لي. بص انا لما معلش انا اسف، انت لو دخلت الحمام الحريمي تحاسب لي، انا خطيبتك. انا لو تفيت تفه غصب عني تنزل تشيلها بالمنديل. هو كده يعني. في بعض البنات متصوره ان هي يعني محور الكون، تعيش عيشه اهلك، او بلاش اهلك، عيشي عيشه كويسه بس تبقى من طبع نظيف، بلاش نطاعه وقله ادب. لا، ما تقعدوش تفتولنا في الدين. المرأة مأمورة بطاعة زوجها، مأمور، وهو كمان يأمرها ان هي ما تخرجيش ما تخرجش. لو قال لها ما تخرجيش، بس احنا ما فيش التعنت ده النهارده في الزمن، لكن لو قال لها ايه، انا عايزك دلوقتي تبقي موجودة، تقعد. ده لو صايمة يا ستي، صايمة ودون اذن زوجها لا يقبل منها. ده لو صايمة وزوجها رجع من شغله فجأة وطلبها للعلاقة الحميمة، واجب عليها تفطر. لا. بس مش في رمضان، مش في تطوع، صيام تطوع، واجب عليها تفطر. لا دلوقتي هي بعد ما اتجوزت اكيد 1,000,000%. مش لا. لو صامت من غير اذن جوزها وجه خرج من الشغل تعبان وجه قال لها انا محتاجك واقعدي جنبي وكذا، واجب عليها تفطر. فانت بتتكلمي في ايه؟ في فتوى، في هبده، في اي حاجه غير الدين. انا عايز اتكلم بوظ الدنيا دي كلها على مزاجي. انا بفكر، انا مفكره، انا علمانيه، انا من العلماء اللي مش قاريين حاجه بس مسميه نفسي علماء. في ناس كده والله حرفيا. بتتكلمي في احنا كده بنهد بيوت. مظبوط. احنا كده مش بنمشي البيوت على الاسس الصحيح السليم. لا، احنا عارفين ان طريق جنة المرأة زوجها، ان هو لما تطيعه تدخل الجنة. ايام امرأة باتت وزوجها راض عليها دخلت الجنة. وتقولي لي تروح تبات بره؟ تبات فين؟ تبات فين حضرتك؟ في الديسكوتيك بقى، او تبات بقى يعني تشوف لها بقى مكان تاني بقى، فاهمه، تروح تبات فيه بقى. بس ساعتها دي ما يتبكيش عليها ولا على عشرتها، يعني يلا تروح في داهيه. لا معلش، عايز اعرف، تبات عند والدتها مثلا؟ تقولي لي كده يعني عندها ظرف استثنائي؟ تبات عند اختها عشان عيانه ومريضه وهو سامح لها؟ معلش، لكن مش ملزمه تبات في بيتها بتاع الزوجيه وفراش الزوجيه تبقى ناشز. من حقه ما يصرفش عليها لو خرجت عن طوعه وباتت بره. ده دين جديد، صح؟ ولا انت بتقولي ايه؟ لا، اصل انا بسمع الكلام ده لاول مره، انا ما سمعتوش. الحته الاخيره دي ما جاتليش والله، كتبوها ما جاتليش والله. ده دين جديد. احنا بقى لنا عايشين مع الدين الجديد ده بقى لنا فتره طويله، من 2019 تقريبا، حاجه زي كده. هم بيخترعوا دين على مزاجهم. انا مش عاجبني الحته دي في الدين فاشطب عليها، احط الحته بتاعتي. انا عاجبني بقى الحته ديت، انا اروح اعمل مساكنه، انا اروح اعمل مش عارف ايه، انا والحد التاني، انا مش ملزم، انا مش ويطلع واحده عبيطه، معلش انا اسف على الكلمه دي، يعني تسمع الكلام ده تقوم بس دي قدوتي، ده انا هعمل زيها، انا مش ملزمه، فتتفاجئ برد فعل اللي قدامها ان هو مش كويس وتخرب على نفسها، وفعلا في الاخر بتيجي تندم يعني ان ده حصل. يعني ان هي سمعت لكلام واحده هي قاعده في ميه البطيخ بعد ما تخلص اساسا اللي هي بتعمله دوت، هتروح تنام على مخدتها، الدنيا تمام، ما عندهاش اي مشكله في الموضوع. واظن يعني تباكو عرف بعد ما اتجوزت، عرف الحقيقه يعني. فاهمين؟ بس كده يا جدعان، ده كمان النهارده. احنا بنسعدكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.